مصر تتعادل مع بلجيكا 1-1. كل الناس ما كانتش متوقعة ان مصر ممكن تتعادل، وناس قالت هناخد سكور. انما بعد الماتش وبعد ما اتفرجت على منتخبي انا بقول لك التعادل ده مخيب لمصر مش لبلجيكا. مصر دخلت بخطة مكونة من مصطفى شوبير، محمد هاني، وعكس التوقعات لعب حسام حسن باتنين قلب دفاع، وهم ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، اللي كل الناس انتقدنا. انا واحد من الناس انتقدت ان حمدي فتحي يلعب قلب دفاع. حسام حسن عنده فكره، والفكر ده الصراحه هنتكلم عنه واحده واحده كده في الماتش. بعد كده دخل طبعا باك شمال باحمد فتوح، لعب باتنين خط نص، مهند لاشين اللي اشتكينا منه والنهارده هنشيد بيه، جنبه مروان عطيه، قدامهم لعب بالعبقريه بقى، لعب بمصطفى زيكو ناحيه اليمين يساند محمد هاني، ولعب بامام عاشور ناحيه الشمال يساند فتوح، وفي الهجوم هم اجنحه، ولعب قدام بمحمد صلاح وعمر مرموش. مش هتكلم عن عمر مرموش دلوقتي، خليه في اخر الفيديو كده، عشان ايه؟ ده نصيب الاسد من الزعل. يعني هو اكتر لعيب انا زعلان منه او زعلت من ادائه في الملعب. خلينا كده نمسك لعيب لعيب وادوارهم، وبعد كده نتكلم على منتخب مصر كاجمالي. ده طبعا فيديو سريع مش هناخد فيه وقت طويل، بس بنعرفك الماتش مشي ازاي، هنشيد بالحاجات بسرعة، وبكرة ان شاء الله هيبقى فيه فيديو تحليلي كامل عن الماتش بلقطات بخطط باشكال بهجمات بكل حاجة هتكلم عنها نقطة نقطة. بس خليني اقول لك، لو ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب، واهم حاجة تتابعني دايما في الكومنتات تقول لي ارائك نتناقش مع بعض. ونرجع بقى لمصطفى شوبير. مصطفى شوبير من وجهة نظري يعني ما راحش عليه الا كوره كورتين، وفي الاختبارين كان كويس جدا، ادى المطلوب منه. فمصطفى شوبير بالنسبه لي كان مميز جدا في الماتش. محمد هاني صاحب الحظ السيء. يمكن اللي هيفتكروه الناس لمحمد هاني انه جاب الجون في نفسه، في اول جون نلبسه في كاس العالم 2026 كان محمد هاني في نفسه. بس حرفيا محمد هاني كره دوكو في نفسه. محمد هاني عمل ماتش عالمي، حتى بعد ما جاب الجون في نفسه محمد هاني أدى حلو جدا. محمد هاني دوكو من كتر ما هو بقى الناس اللي قعدت تقول لك دوكو هيفسح محمد هاني ومش عارف ايه، دوكو نقل الناحية التانية من الملعب عشان ما يلعبش على محمد هاني. وشفناه بعد الكرة اللي اتضرب فيها في الفاول وهو بيشاور للمدرب وبيقول له انا عايز العب هنا في النص، اللي هو بعدني عن محمد هاني. محمد هاني كفرني. وفعلا محمد هاني ادى ماتش جامد جدا من وجهة نظري، من نجوم الماتش. نخش جنبه على ياسر ابراهيم. يعني ياسر ابراهيم ليه وعليه في لقطات كتير واحنا بنعرضها بكره، هقول لك انه كان عليه غلطات في حاجات، بس كان اجمالا ياسر ابراهيم برضو ماشي مقبول. مش هقول ممتاز، لا مقبول. حمدي فتحي لا، جامد جدا. عشان لازم اشيد بيك بعد ما قللت من هجماتك او من شكلك في ماتش البرازيل. لا النهارده حمدي فتحي بيأدي حلو جدا. حمدي فتحي من اللعيبه الرجاله اللي بتلعب بروح. يمكن مش متعود على قلب الدفاع، بس النهارده كان ماسك، يعني يخش عليه تروسرد يمسكه، يخش عليه دوكو يمسكه، تاكلينج، كل حاجه عايز تقولها على حمدي فتحي عملها. حتى لما بعد كده حسام حسن راح نقله جناح مكان امام عاشور بحيث يدافع ويهاجم مع فتوح، لعيبه حلو. طبعا فتوح كان عامل ماتش حلو جدا من وجهة نظري، باصات قدام، قطعات كوره، يعني امام، يعني فتوح كان جامد، كان جامد بجد. انا طبعا بتكلم على اللعيبه لعيب لعيب، وبعد كده هتكلم عن كام جمله قلت لك ده كده ايه ملخص سريع للماتش. نخش بقى على مهند لاشين اللي بدأ الماتش مرتبك، وبدأ الماتش لسه عنده مشاكل، بس بعد كده كان من احسن اللعيبه في خط النص. يمكن بالنسبه لي غطى على مروان عطيه. مروان عطيه النهارده كان اقل من مهند لاشين بشويه حلوين يعني. بس اجمالا انا شفت من مهند اللي كان حسام حسن عايز يوريهوني ليه من ماتش البرازيل. شفت مهند بيضغط وبيستخلص الكوره، ودي بروين تليميناز بيضغط عليهم ضغط مباشر وبيقطع الكور بشكل كويس. اللي بيميز بقى مروان عطيه هو روحه. بحس ان روح مروان عطيه في انه يرمي نفسه قدام الكوره، وانه يضغط، وانه يجري ويهاجم. الكوره اللي بصاها لمحمد صلاح اللي شفناها طبعا، او لمصطفى زيكو اللي علي محمد علي قال ده محمد صلاح، لا كان زيكو كده شاطها وعملت ربكه كده في منطقه الجزاء. بس من وجهه نظري مروان
ادى ماتش برضه كويس، بس مهند كان احسن النهارده. الاجنحه بتاعتنا سواء مصطفى زيكو او امام عاشور، امام عاشور طبعا هو نجم الماتش النهارده. امام عاشور هي دي عقليه امام عاشور اللي انا بحبها، عقليه انه استلم الكوره وهو عارف هو هيعمل ايه. انا تفكيري هستلم واشوط، استلم الكوره وهوب. امام لما بيشوط الكوره بتلبس في رجله مفيش حارس في العالم يصدها، واظن ده كورتوا مش حارس تعبان، مفيش حارس في العالم يصدها. بس يعاب عليه شويه حاجات. يعاب عليه الكوره لما جات له من دماغ، لما محمد صلاح في الشوط الثاني واحنا كسبانين 1-0 لعب الكوره بالهيد، نزلت كده صدها كورتوا وردت لمين؟ لامام. امام قابلها بوش رجله من غير تفكير، فكر انه يدي قوه، والقوه كانت في الوقت ده مش مناسبه. كان قدامه الجون كله فاضي، كان قدامه مرموش وصلاح جنبه فاضيين، لو كان لعبها بالعرض او شاطها في الجون الكره كانت جون. بس يعاب عليه برضو البدني بتاعه. امام عاشور الشوط الثاني الناس ممكن تتكلم وتقول لك هو خرج امام عاشور ليه؟ امام عاشور كان فايص. امام عاشور كذا كوره، حتى الجون اللي جه كان المفروض ده الدور اللي بيعمله امام عاشور مع فتوح. كان امام بيضغط مع فتوح او بيجي الفتوح عشان يقفل الجبهه دي. الجول لما جه بسبب ان امام ما بقاش بيكسل، ما بقاش بيجري. حتى الشوط الثاني كوره جت لمرموش، اجري يا امام، اجري يا امام افتح لي، ما فتحش. فامام كان بدنيا لا محتاج يطور البدني عنده شويه. بس الجون بتاعه عالمي، عمل الشوط الاول شوط عالمي، شال قطع كور كتير، عمل المطلوب منه. مصطفى زيكو نفس الكلام، عمل المطلوب منه دفاعيا وهجوميا. شاط كوره كده الشوط الاول في كورتوا حلوه جدا، الواد عنده ثقه في نفسه حلوه، تحس ان انا بفتكر جده كده مع منتخب مصر بتاع 2010. اللعيب اللي عنده احساس ان انا لو شطت من اي حته في الملعب هجيبها جول. الشوطه وهو بيشوطها الشوط الاول وهو بيحط الكوره وكورتوا بيصدها، انا ما شفتهاش غير كده. حسيت ان زيكو بيقول يا عم هي ماشيه معايا، جبت جون في روسيا، جبت جون في البرازيل، طب ما ادي واحده. وادى واحده وكانت جميله جدا الصراحه. نخش بقى على محمد صلاح اللي بالنسبه لي النهارده بيحتفل بعيد ميلاده بان احنا لازم نشيد بيه. محمد صلاح عمل كل المطلوب منه. يمكن انا اتكلمت في الحصاد واتكلمت في حل النموذج بتاع منتخب مصر وبلجيكا على محمد صلاح، وانه لازم يسقط يجري اللعيبه، وده اللي عمله بالظبط. جرى مرموش في كذا كوره، جرى امام عاشور او هو اللي ادى الاسيست لامام عاشور في الجون، ادى زيكو كذا كوره. محمد صلاح حتى كان بيرجع يدافع. ومن هنا هنتقل لاكتر لعيب ما عجبنيش في الماتش النهارده، عمر مرموش. عمر مرموش تحس انه متكبر. الشوط الاول كله اللعيب يبقى واقف قدام عمر مرموش، عمر انت بتلعب في الدوري الانجليزي، انا بلعب في السيتي، يلا دربك جوارديولا مش ضاغط. تحس ان هو كان مستني بس يضغط يلعب بس على دي بروين عشان دربه جوارديولا زيه. بيلعب بتعالي، مش عايز يلعب كوره. يعني معلش مع احترامي بقى كل حاجه، وانا زعلان من المصريين ان انا كنت بشوف شتايم لمحمد صلاح ما بشوفهاش دلوقتي لعمر مرموش. طب ما عمر مرموش بيعمل اوسخ من اللي كان محمد صلاح بيعمله في الاول. محمد صلاح في الاول كنت بتقول انه كان بيتعالى، لا محمد صلاح كان بيلعب بس ما كانش بيدافع. دلوقتي مرموش ولا بيلعب ولا بيدافع. مرموش واقف بيتفرج على الكوره، بيتفرج، وعشان يحسس نفسه يقوم عوج لك جسمه كده، يعوج جسمه كده. يا عم انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ده مش لعب كوره. الماتش اللي فات في البرازيل كل كوره اتأنن، النهارده كذا كوره حاولت تشوطهم ما عنديش مشكله. بس اجمالا لا، ده مش مرموش اللي انا استناه. حتى في لقطه هعرضها لك بكره، حمزه عبد الكريم كان بيضغط على اللعيب وبيشاور له كده اضغط معايا انا اهو، اضغط هنا، ومرموش ما ضغطش، وبسببها ضاع الضغط العالي اللي عمله حمزه عبد الكريم لما نزل. اجمالا كان التشكيل الاساسي كويس. التغييرات كانت عبقريه من حسام حسن اكتر من الماتش نفسه. لما حسام حسن نزل رامي ربيعه وطلع حمدي فتحي جناح، ده تغيير عبقري، عبقري بجد. لازم اشيد بحسام حسن جدا باللي عمله ده، لان زي ما انا قلت امام كان تعب، في نفس الوقت كان في مشكله في ظهر فتوح، فنزل رامي عشان يسدها. وفعلا شفنا رامي مع لوكاكو او في كذا كوره بيقطع الكوره بشكل كبير جدا. شفنا كمان تغيير زيزو، دي انا ما كنتش معاها احسن حاجه، كنت شايف ان المفروض هيثم حسن، بس تغييره ماشي. مش هتكلم عن زيزو قوي لانه مش عاجبني الصراحه، انما هتكلم عن ولا ابراهيم عادل عشان برضه هتكلم عن حمزه عبد الكريم. التغير اللي حصل في حمزه عبد الكريم تغير رهيب، من لعيب
بيلعب في الاهلي في كاس الرابطه مش عارف يجري حرفيا، للعيبه انا شفته النهارده نازل. ايه ده يا ابني؟ انت اتاسست كوره امتى؟ اتاسست كوره في شهرين ثلاثه، منهم تقريبا شهر ما بتلعبش كوره عشان الورق بتاعك ما خلص. اتاسست كوره في الوقت ده؟ برشلونه مرعب للدرجه دي؟ يعني برشلونه الاكاديميه بتاعته جامده قوي لدرجه ان انا اشوف حمزه عبد الكريم بيتحول من كده لكده. من وجهه نظري حمزه عبد الكريم لو معاه النهارده حد تاني يضغط ضغط عالي كان قطع كوره كورتين على الاقل. شفته النهارده في كوره وهو بيجري مع المدافع، مش عارف الصراحه المدافع اسمه ايه، جري كده مع المدافع بتاعهم اللي هو الاسمراني شويه ده، قطع الكوره وادى المرموش في البعيده، ومرموش كان في البعيده فعلا بس مرموش قرر يضم، حتى مرموش اعتذر له بعد الكوره. حمزه عبد الكريم انا من وجهه نظري احسن اختيار لحسام حسن في الاختيارات كلها هو حمزه عبد الكريم. لازم ياخد دور اكتر من كده شويه. يعني انا وجهه نظري في ماتش نيوزيلندا لا، لاعب حمزه عبد الكريم من البدايه. يعني حمزه لازم ياخد كده. اجمالا انا كماتش مبسوط ان انا رجعت اشوف منتخب بلدي كده، مبسوط ان انا بتكلم عن ماتش بلجيكا وزعلان ان انا اتعادلت. بس في حاجه بتزعلني قوي من حسام حسن وبتخنقني منه. حسام يا حسن يا حبيبي، فكك من خطه طول ما هي ماشيه سيبها زي ما ماشيه. حسام حسن ما بيبدلش طول ما هو محقق اللي هو عايزه من الماتش. ارجع كده بالذاكره وبص، حسام حسن ما بيبدلش طول ما بيعمل اللي هو عايزه في الماتش. النهارده باين جدا ان امام لازم يتسحب من بدري، باين جدا انه لازم ينزل رامي ربيعه او حسام عبد المجيد او محمد عبد المنعم، باين الكلام ده بدري جدا. وهو قرر لا لا والله مش هي ماشيه سيبها ماشيه. ما قررش يبدل الا لما شفنا لوكاكو بيضغط على محمد هاني وبيغلط محمد هاني يجيب جول. ما شفناش حسام حسن بيعمل تغييرات الا في الحاله دي. لازم يا حبيبي تبقى عندك ايمان ان انت، طب ما انت بقى يعني عندي تحفظ كده سريع في اخر الفيديو. انا ما لو طولت عليك فده طبيعي، انا بشرح لك كل دول لعيب، بشرح لك منتخب مصر لعب ازاي. وزي ما قلت لك بكره ان شاء الله في فيديو تحليلي تفصيلي لكل حاجه في الماتش، وان شاء الله الفيديو ده هيبقى من الفيديوهات المنتظره جامد جدا. بس هرجع تاني، انت يا حسام لما لبسنا جون على طول اول لما طلعنا الكولينج بريك ورجعنا تاني لقيت حسام حسن سحب امام ونزل رامي ربيعه. طب ما انت واخد بالك اهو، ده انت ما خدتش دقيقتين حتى وفكرت فيها، وده سدد ثغره كبيره جدا وقفلت الدفاع. نفس الكلام بعديها بشويه لقيناه بيطلع محمد صلاح. طب ما انت واخد بالك اهو، ما انت شايف الحاجات دي من بدري، طب ليه ما عملتهاش من بدري؟ يعني بدل ما انت قاري الماتش ليه استنيت نلبس جون؟ ليه خفت؟ او دي مشكله حسام حسن، انه بيخاف انه يعمل حاجه غلط فيتعلق عليه، مع انه هو تفكيره صح. يعني حسام حسن تفكيره بيبقى صح وده شفناه النهارده في التغييرات، بس هو دايما عنده الخوف. فالمنتخب ده محتاج ثقه، والثقه دي لازم احنا كشعب نديها للمنتخب قبل ما اتحاد كوره او اي حد يديها للمنتخب. لازم كله النهارده يشيد بحسام حسن، لازم نشيد باللعيبه الرجاله اللي شفناها في ارض الملعب، اللي الناس كانت بتقول هنطلع 4 و5، اللي الناس كانت بتتكلم عن ان مصر او المغرب احسن من بلجيكا احسن من مصر. المغرب بص لعبت ازاي مع البرازيل. انا واحد من الناس اتمنيت مصر تلعب زي المغرب. من وجهه نظر النهارده احنا لعبنا احسن من المغرب. احنا النهارده حسام حسن قاري الماتش كله. هتقول لي البرازيل اجمد من بلجيكا، هقول لك لا مش اساسي، مش اساسي. بلجيكا عندها مشاكل، البرازيل عندها مشاكل، وشفنا ده قدام المغرب وشفنا ده النهارده قدام مصر. حسام حسن يستحق مننا التحيه، منتخب يستحق مننا التحيه، يستحق ان احنا ندعي انه ان شاء الله قدام نيوزيلندا يعمل شغل اعلى من اللي عمله النهارده ويجيب ال3 نقط بحيث نضمن الصعود رسمي، وقدام ايران ان شاء الله، وان شاء الله نصعد اول المجموعه. في كلام كتير هنقوله في الفيديوهات الجايه، فلو مش مشترك في القناه اشترك في القناه. اشوفكم على خير الفيديوهات الجايه. سلام.